نكمل في حياة حبيبنا النبي، يلا بينا. هيجي واحد اسمه الوليد بن المغيرة يطلب من سادة قريش انهم يتجمعوا عشان يحاولوا يحلوا المشكلة دي، ويقترح الوليد عليهم ان قريش تتكاتف وتتفق على صفة واحدة بس عشان يقولوها على محمد، بحيث ان اي حد هيسمعهم ما يكذبش كلامهم. فقريش وافقت وقالت نتفق اننا نقول عليه محمد كاهن. يرد الوليد: لا والله، لقد رأيت الكهنة وافعالهم وما هو بقول كاهن. قالوا له: طب نقول ايه، شاعر؟ قال لهم: لا والله، لقد رأيت الشعر وما محمد بشاعر. قالوا: طب نقول ايه، مجنون؟ قال لهم الوليد: هو مش مجنون، والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. شايفين كلام الكافر عن القرآن وعن سيدنا محمد؟ قال لهم: بصوا، هو مش ساحر، بس خلينا نتفق إن احنا نقول عليه ساحر وبيفرق بين الراجل وأهله. وصلوا الحجاج لأرض مكة وانتشرت الإشاعة جدا إن محمد ساحر. أهالي الحجاج ينصحوا ولادهم: خلي بالكوا في واحد اسمه محمد، اوعوا تقفوا أو تسمعوه لأنه بيفتنكوا بسحره. ويجي النبي وكل ما